من بعد صدور فيلم باربي وفيلم اوبنهايمر في قاعة السينما في المغرب، ناضوا احتجاجات داخل قاعة السينما تطالب بعرض الافلام باللغة الاصلية. المشكل اللي كاين في السينما المغربيه هو كيجيبوا افلام من دول اجنبيه وكيديروا ليها الدبلجه بالفرنسيه، كيفرضوا عليك فرنسيه بزز. من بعد داك الشيء اللي وقع وديك الاحتجاجات وسط قاعات السينما، قامت السينما بعرض الفيلم بلغته الاصليه، وناضوا تقريبا كاع دور السينما مشاو على نفس المنوال وداروا حصص اضافيه كتعرض الافلام باللغه الاصليه. هنا كيرجع دائما النقاش، حتى لاش غادي تبقاو رابطيننا بهذه اللغه ديال المستعمر؟ العالميه الاولى هي اللغه الانجليزيه، اللغه الاسبانيه لغه العلوم، اللغه الصينيه واللغه الالمانيه واللغه الروسيه، وهي لغات قادمه بقوه. المغاربه والفرنسيه علاقه معلقه، المغاربة والفرنسية علاقة مبعككة. أنا الوقت يا مغاربة إنه الوقت اليوم بداية حملة بهاشتاج لا للفرنسية وهاشتاج نعم للإنجليزية. اللغات فيها أ-أو-إي، العربية أ-أو-إي، الأمازيغية أ-أو-إي، الصبنيولية فيها أ-أو-إي. جات الفرنساوية قالت لهم ما أ-أو-إيش، ما أ-أو-إيش. أنا اللغة مجهدة، عندي 16 الفوايح. وفق أرقام فإن نحو 80% من المغاربة غير متمكنين من الحد الأدنى من اللغة الفرنسية. لا للفرنسية، معاهم. أنا ضد لا للفرنسية، لأن اللهم تكون الإنجليزية. الفرنسية استعمرونا قرون وبركوا معنا، ولكن ما داروا لنا حالهم بحال الجيريان، فيهم نهضروا شويه على فيلم اوبنهايمر اللي المخرج والكاتب ديالو امريكي، والطاقم الانتاج الاغلبيه الساحقه ديالو امريكي. غادي يصاوبوا قنبله امريكيه غادي تطنطن بها اليابان. البطل ديال الفيلم ايرلندي كيهضر بلكنه مختلفه ولكن بالانجليزيه، واللغه ديال الفيلم انجليزيه. اش قرب فرنسا او اللغه الفرنسيه لهاد الحريره كامله؟ والمشكله انه كاين افلام مغربيه في السينما كيتسوتيتراو بالفرنسيه، يعني انت في المغرب فرنساوي صح. غادي نختم بهذا الفيديو اللي غادي يلخص لكم كل شيء. وقررنا على ان كل تلميذ دوز عامين في المسيد الا وعنده ورقه اسبقيه للدخول نتاع المدرسه. حنا تنعرف هنا عدد الناس طبقتهم عاليه من الناحيه الاجتماعيه والسياسيه، ولادهم في لاميسيون. كيف ما كان به الا ما كانش الولد دوز عام وعامين في المسيد ما يدخلش المدارس ديالو. بعداك ولادي والله لا مسؤول لاميسيون، انا مدخلهم للجامع من هنا 10 ايام ان شاء الله مع جميع المغاربه. اقول الخلط واجب ومستحب وضروري بين العربيه ولهجتنا. اللهم أكون أسمع طفلا مغربيا يخلط بين العربية الدارجة أو الفصحى وبين تريفيت أو تمازيغت أو تشلحيت، أفضل بالنسبة لي وأشرف بالنسبة لي، وأقول أكثر مناعة بالنسبة للمستقبل من أن أسمع الطفل والطفلة ووالديه كذلك يخاطب بعضهم بعضا بالخلط بين العربية والفرنسية أو الخلط بين العربية والإسبانية.